ازيكم يا جماعة؟ في مبرمجين شغالين كويس، وفي مبرمجين كويس انهم شغالين. في فيديو قبل كده اتكلمنا عن المراحل اللي بيمر بيها المبرمج عشان يتقن مهارة معينة، وكان البراكتس هو واحدة من أهم الحاجات اللي قلنا لازم نعملها عشان مستوانا يتحسن. في حلقة النهاردة من البرمجة سهلة هنتكلم عن واحدة من أجمل الأفكار اللي ممكن تطبقها علشان البراكتس وعشان تاخد فيدباك. الناس اللي بتلعب مزيكا مش بيلعبوا في حفلات وبس، والناس اللي بتلعب رياضة مش بتلعب ماتشات وبس، لكن كل واحد فيهم بيقضي ساعات من التدريب بشكل مستمر طول عمره أو لحد ما يبطل. كتير من المبرمجين مش شايفين أهمية التدريب ومفكرين إن اللي بيحصل وقت الشغل كفاية، يعني أنا خلاص اتعلمت واشتغلت هكتسب خبرة ومهارتي هتتحسن بمرور الوقت في الشغل. وده مش حقيقي، لأنك محتاج مساحة آمنة تجرب وتفشل وتتحسن فيها، وده مش متوفر في الكود اللي هيتحط على البرودكشن. يعني ايه كاراتيه؟ ها؟ ليها معنى الكلمة دي يا ابو علي كاراتيه؟ طبعا ليها معنى. كارا يعني فاضية، دي يعني ايد، كلمة على بعضها الايد الفاضية. ازاي تقدر تدافع عن نفسك من غير سلاح وايدك فاضية؟ كلمة كاتا جاية من الألعاب القتالية، هي مجموعة من الحركات اللي بتفضل تكررها لحد ما خلاص تبقى جزء بديهي منك بتعمله بدون تفكير. ديف توماس واحد من مؤلفين كتاب The Pragmatic Programmer طبق الفكرة دي على الكود. الفكرة ببساطة إنك هتجيب اكسرسايز معين وتحدد وقت للتدريب حوالي نص ساعة لساعة، وتقعد تشتغل التمرين ده. الهدف بتاعك مش الحل بقدر ما الهدف بتاعك انك تحسن طريقة وصولك للحل. انت طبعا هتشتغل عشان توصل للحل، لكن مع تكرار العملية دي مرة ولا مرة على نفس الاكسرسايز بالمناسبة هتكون مركز في كل مرة على جانب معين من مهارتك. يعني المرة دي مثلا هتركز وقول ايه، انا عايز احسن طريقة كتابتي ليونت تيست. المرة الجاية انا عايز احسن النيمينج، انا بكتب المسميات عاملة ازاي. بعد كده انا عايز احسن الديزاين، بعد كده عايز احسن البرفورمانس. في كل مرة وانت بتعيد نفس التدريب بالظبط زي الكاتا بتاعت الكاراتيه، مستواك هيتحسن في كل مرة عن المرة اللي قبلها. لو سخنت وعايز تروح تجرب الموضوع ده، خليني اقولك ان في شوية حاجات انت محتاجها قبل ما تبدأ. اول حاجة تكون بتعرف برمجة، عارف بس الاساسيات. الحاجة التانية انك تكون بتعرف تكتب يونت تيست، لان يعني معظم الكود كاتز مبنية على انك تستخدم ال TDD Test Driven Development. يا محمود اعمل لنا جوز شاي. اللي انت فيه بتكتب التست الاول، طبعا التست بيفيل لان مفيش كود بينفذ يخليه يعمل باس. بعد كده تروح تكتب اقل كود ممكن يخلي التست اللي انت كتبته ده يباس. اول ما تشوف اللون الاخضر تبدأ تعمل ريفاكتورنج، هتريفاكتور التست او هتريفاكتور الكود بتاعك وتعيد العملية دي تاني. هتزود في التست شوية، بعدين تخلي التست يباس بعد ما يعمل في الأول، بعدين تريفاكتور لحد ما توصل للحل. طيب علشان تتمرن في طريقتين وتطبق الكود كاتس. أول حاجة إنك تتمرن لوحدك، هتروح تجيب أي كود كاتا والأمثلة موجودة كتير على الإنترنت، وبعدين تحدد الوقت 30 ل 45 دقيقة وتفضل تعيد العملية دي، تكتب تيست تخليه باس وتريفاكتور وتعيد. هتعمل الحكاية دي أكتر من مرة ويستحسن تكرر نفس الإكسرسايز. يعني مثلا لو أنت بدأت بالمسألة بتاعت برايم فاكتورز ووصلت للإجابة، ما تجيش تاني يوم تعمل string calculator، لا أنت برضو تاني هتجرب برايم فاكتورز وتبدأ تحسن بشكل واعي، تركز أنت عايز تحسن إيه المرة دي. بمرور الوقت ده هيبقى جزء منك هتعمله من غير ما تفكر. يعني مثلا مهارة زي إزاي تقسم المشكلة لحاجات أصغر، دي واحدة من الحاجات اللي هتتحسن معاك بمرور الوقت، وهكذا. مش دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تتمرن بيها كود كاتز، مش لازم تكون لوحدك. ممكن الحكاية دي تحصل في مجموعة، وهنا هنسميها كودينج دوجو. دي برضو الدوجو هي الصالة
أو المكان اللي بيتمرن فيه الناس بتوع الألعاب القتالية. في الكودينج دوجو احنا بنكون محتاجين 3 حاجات: درايفر والتيم وفاسيليتيتور. العملية دي بتحصل ازاي؟ برضو بنطبق نفس ال3 خطوات. الأول بنختار واحد مننا هو ده الدرايفر. الدرايفر بيكتب تيست وبعدين يخلي التيست ده يباص. في الخطوتين دول وهو شغال التيم ما ينفعش ينتقد اللي هو بيعمله أو يعلق عليه، احنا قاعدين ساكتين بنشوفه هو بيعمل ايه. بعد ما يبقى البار لونه أخضر يبدأ التيم يقول اقتراحاته عشان يحسن التست أو إن هو يحسن السورس كود. بعدين الدرايفر يتغير، يجي واحد تاني مكانه يكتب تست ده بيفيل يخليه باس، والتيم يحسن السورس كود أو التست. خلال العملية دي بنكون محتاجين واحد فاسيليتيتور. الفاسيليتيتور هيكون مسؤول عن حاجتين: اللي التيم بيطبق TDD بالقوانين بتاعته والخطوات اللي بتحصل، ويتأكد برضو ان التيم فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي من سورس كود ومن تيست. كده انت بقيت مستر كاراتيه. انا لحد هنا خلصت، بس انا عايز اقول ان في الفيديوهات اللي جاية انا هبدأ اعمل كود كاتس. ممكن ده يكون في الفيديو الاسبوعي او ممكن يكون خلال الاوقات اللي هلاقي فيها مساحة. فلو انت مهتم تشوف كود كاتس اعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده. لما نوصل لعدد معين من المشتركين ده هيديني رسالة ان الناس مهتمة بالحاجات اللي انا بعملها، فساعدني اوصل لناس اكتر.